ديربي كاتالونيا الذي يفترض أنه سيشعل الملعب اليوم في أحيان كثيرة ينتهي بسيناريو غير متوقع. المباراة المقررة اليوم 15 ماي 2025 في الجولة 36 من الدوري الإسباني. برشلونة يدخلها بصفة المتصدر ب 82 نقطة، بينما إسبانيول يتخبط في قاع الترتيب برصيد 39 نقطة، وكأنه يحاول الهروب من الهبوط بمظلة ممزقة. 3 سيناريوهات محتملة في مباراة اليوم. اكتب لنا في التعليقات أي من السيناريوهات أقرب وأيها أحب إلى قلبك. السيناريو الأول: برشلونة يسيطر على المباراة منذ البداية، يسجل هدفا مبكرا عبر ليفاندوفسكي، ثم يضيف رافينيا هدف آخر بتسديدة صاروخية. إسبانيول يحاول العودة، لكن محاولاتهم تبدو كمن يحاول إطفاء حريق بكوب ماء، وتكون النتيجة المتوقعة لبرشلونة 2-0 أو 3-0. السيناريو الثاني: إسبانيول يسجل هدفا عكسيا في الدقيقة الأولى، ثم يتلقى بطاقة حمراء بعد تدخل عنيف على لامين يامال. برشلونة يلعب المباراة وكأنه تدريب، وينهي الأمر بنتيجة 5-1. أما السيناريو الثالث: إسبانيول يعتمد تكتيك ركن الباص مع دفاع خماسي يشبه حصنا من العصور الوسطى. برشلونة يهاجم بشراسة، لكن الحارس خوان غارسيا يتحول إلى سوبرمان في حراسة المرمى، ويتصدى لتسديدات ليفاندوفسكي ورافينيا، كأنه يلعب في وضع الصعوبة الأسطورية في لعبة فيديو. في لحظة نادرة يحصل إسبانيول على ركلة حرة مشكوك فيها، ويسجل خافي بوادو هدفا مفاجئا. برشلونة يرد بهدف متأخر من بيدري، لكن المباراة تنتهي بتعادل 1-1. هذه المباراة بمثابة مواجهة بين فريق يطير على متن طائرة، خاصة برشلونة، وآخر يحاول اللحاق به على متن دراجة هوائية، إسبانيول. إذا لعب برشلونة بتركيز فقد نشاهد عرضا كتالونيا ينتهي بحفل تتويج مبكر، أما إذا نجح إسبانيول في استفزاز خصمهم وإبطاء اللعب فقد نحصل على مباراة تشبه حلقة من مسلسل كوميدي، كثير من الدراما وقليل من المنطق.